ها واحد السلام عليكم. اليوم نسافروا بكم من الماضي ونشوفوا اهم العلماء المسلمين اللي كانوا فيتي الاوروبيين ديك الساعه بقرون من الزمن، بل اكثر من هذا الشيء انا الابتكارات والاختراعات ديالهم كتستعمل حتى لهذا الوقت وكتستافد منها انت بشكل يومي. وقبل ما نبداو خاصنا نعرفوا علاش بانوا هاد العلماء في ديك الوقت بالضبط وعلاش كنا سابقينهم وقدروا يديروا علينا الريمونتادا. هذا الشيء حاولت نجاوب عليه في هذا الفيديو، فحل معايا داك الراس ويلا بينا. كما كنعرفوا جميع ان لكل سبب مسببات، وهذا الشيء كينطبق حتى على العلماء، راه ما جاوش بالصدفه ولا نزلوا من السماء، بل كانت اسباب اللي خلاتهم يبرزوا، اللي منها الاهتمام والعنايه الكبيره بالعلماء والعلم في ديك الفتره من طرف الخلفاء وحتى من طرف عامه الناس. نقدروا نقولوا نيبه واكشوان ديالهم ديك الوقت، فكانوا العلماء حديث الناس وليهم مكانه كبيره، وبدل ما كتسمع راه فلان نزل ديسك ناضي كتسمع راه واحد العالم اخترع شي حاجه. وها حنا كاع دوينا عليهم. فاش يفيدهم هادشي؟ جوج حوايج اخي المواطن. اول حاجه داك التشجيع كيخليهم يبدعوا ويزيدوا يخدموا. ثاني حاجه واللي مهمه ان الدراري الصغار من كيحلوا عينيهم وما تيسمعوا غير عليهم، يعني ديريكت كيبغي يولي بحالهم. وكما كتشوف غير حنا مثلا اغلبيه حلينا عينينا على مشاهير سواء فنانه ولا كويريه ولا ممثلين، وما يمكنش في شي فتره من حياتك ما قلتيش بغيت نولي بحال واحد منهم. هذا هو السيستم اللي كان منذ القديم، غا هو القدوه كانت العلماء ماشي المغنيين، فساعد هذا الامر على بروز علماء بزاف في شتى المجالات. وكان حتى الخليفه هارون الرشيد اللي كان في الحكم ديك الوقت دور كبير، فكان كيمجد العلماء ونشأ مكتبه خاصه سماها دار الحكمه، وجمع فيها خيرات العلماء وجاب لهم الكتب من شتى بقاع العالم. وعلى غرار دوك الكتب بحال ألف ليلة وليلة اللي حاولوا يشوهوا الصورة ديالو بأنه شارب للخمر ومسرف وزهواني، إلا أنه كان العكس تماما وكان شديد بمعنى الكلمة. وباش نبين لك باللي كان شديد ديال بصح، فواحد المرة صيفط له رسالة ملك الروم الجديد قال له فيها: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فراه الملكة اللي كانت قبلي أيرين اللي كانت كتدفع لك الجزية راه غير مرة، والعيالات معروفين بالخوف وقلة العقل. ديديكاس لصحابة الإسلام ما كيقدرش المرأة، فرجع لينا الفلوس اللي كانت كتعطيك ولا السيف بيني وبينك. السيد وهاتق من راسه. الخليفة هارون قرأ هادشي هو يكعى وكتب له في اللورد الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. راه قريت داكشي اللي كتبتي، والجواب داكشي اللي غتشوف ماشي اللي غتسمع. والسلام. ترى ما قل ودل، هو يخرج مترأس الجيش. ترى ما كاينش ديك صيفط الجنود يتحاربوا، راه السيد كيمشي هو الاول في المقدمة. المهم طحطح الجيش ضرهم، حتى الملك بدا كيطلب الشرع. صافي راه نبدا ندفع لك الجزية، غير يحا حمبار. فين ديك الشجاعة المرض؟ وللإشارة أنه ما كانش كيقبل الفلوس باش يبدل بهم الأسرى، بل كان كيطلب الكتب بدلهم باش تعرف قيمة العلم عنده. وهاد الكتب كان كياخدها لدار الحكمة عند أبو جعفر اللي معروف عندنا بالخوارزمي ترجمه. وهكذا نبداو الحكاية ديال أول عالم معانا اللي هو الخوارزمي، هو أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي. تزاد في 164 هجرية الموافقة ل 780 ميلادية. تلقب بالخوارزمي نسبة إلى مدينة خوارزم اللي جا منها، وتلقب كذلك أبو الجبر ومؤسس علم الحاسوب. وهاد الأرقام اللي كتشوفوا اللي كيستعمل العالم حاليا هي أرقام عربية وماشي لاتينية، وهادو اللي رابطينهم باللغة العربية هما في الحقيقة أرقام هندية. ولنعطي لكل ذي حق حقه، في الأرقام البداية ديالهم كانت الهند، وخدا دوك الأرقام الخوارزمي وطورهم وضاف لهم الصفر اللي كان حتى هو موجود في الأرقام الهندية. تا كيفاش ضاف لهم الصفر وهو كان موجود؟ واش كتمرقن بينا؟ لا اسمع وما تكونش كطير. كان الصفر ولكن ما كانش عنده حتى قيمة، يعني تحط وحدة 9 تبقى 9. تجا الخوارزمي وعطاه قيمة، وليتي كتسمع 10 100 1000 مليون. وفي الحكم الروماني كانوا كيستعملوا هذه الطريقة باش يحسبوا، وراك كتشوف شحال صعيبة بالاخص الاعداد الكبيرة. حتى جا الخوارزمي وسهل عليهم الحساب. والصراحة كانت كتستفزني واحد الجملة ديال ان الدين كيحد من التفكير ومن تطور البشرية، وهاد الهضرة صحيحة لكن على الكنيسة في القرون الوسطى، لان هدفها كان ربح، يجيب العاقة ويشري المغفرة ديالك، وما كانش في صالحها ان الناس توعى، بالاخص ان الناس غادي تكتشف التناقضات في الكتب والمعتقدات ديالها. وانت كتشوف دابا مني الاغلبية ولات واعية ولاو يا كيمشيو للالحاد يا كيدخلوا للاسلام. وتيقني لولا التشويه الكبير في الاعلام ضد الاسلام غتشوف ناس كتدخل بملايين لهذا الدين. أشهد ألا ألا إله إله إلا إلا الله، الله، وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول Rasul الله. Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Moslem.
الله أكبر. هذا الدين اللي اول حاجه كيبدا بها هي اقرا. فكيفاش دين كيبدا باقرا يكون كيحد من التفكير؟ غير جاوبني الله يحفظك. فراه العكس تماما. فالمشاكل اللي كانت عند المسلمين في تقسيم الارث وتحديد القبله والتجاره وتحديد نسبه الزكاه ادت لظهور علم الجبر، وهذا الاسم باقي كيتستعمل في العالم كامل، اللي خداوه من كتاب حساب الجبر والمقابله لصاحبه الخوارزمي، بالاضافه لعلم اللوغاريتم اللي خداوه من الخوارزميات اللي كتستعمل في شتى المجالات من اهمها الحواسيب الى يومنا هذا. ولتسهيل الحساب اخترع الجذر التربيعي واللي كان كيترمز ليه بحرف الجيم، ومن بعد تغير لهذا الرمز. وزيد على ذلك الجداول الفلكيه وحساب المثلثات والجغرافيا اللي الف فيها كتاب سماه صوره الارض، وكان مشرف على اول خريطه للعالم المعروف انذاك. والكتاب اللي ذكرنا في الاول حساب الجبر والمقابله ترجم اللاتينيه وبقى كيدرس في الجامعات الاوروبيه حتى القرن السادس عشر. وعلى ذيك الكتب في المسلمين تعرضوا 2 مرات للاتلاف وحرق اهم الكتب اللي كانت كتعد بالملايين في شتى المجالات والعلوم. اولها واعظمها دار الحكمه، مكتبه بغداد اللي كان فيها عصاره نتاع 600 عام من فكر المسلمين، اللي قضوا الاف الساعات في كتابه هذه الكتب اللي تجاوز التعداد ديالها مليون، اللي رماها المغول في نهر دجله حتى يقال انه بكثره عديدها يقدر يدير بها جسر ويقطع النهر على رجليه فوقها. والمكتبه الثانيه هي مكتبه غرناطه في الاندلس اللي ما كتقلش قيمتها على مكتبه بغداد، فكانت فيها اكثر من 1,000,000 كتاب سواء علميه او فنيه او ادبيه في كاع المجالات اللي كتخيل. حتى دخلوا الاسبان للاندلس، فاول ما فعلوه هو دازوا نقطه القوه عند المسلمين ولا هو العلم، وجمعوا كاع الكتب اللي فيها وحرقوهم. ويقال انه من كثره الكتب بقات النار شاعله عده ليالي. ومن هزالة الامر ان الاسبان دايرين ذكرى ليه في كل عام، ندموا على داك النهار اللي حرقوا فيه دوك الكتوبه، ماشي حيت بقى فيهم العلم ديال جدود كسميتك، راه غير حيت كون بقاو دوك الكتوبه كنستافدوا منهم، كما كيستافدوا من الاموال السياحه اللي كتدخلها ليهم فن العماره والهندسه الاسلاميه في الاندلس لحد الان. وما يثير للدهشه ان غير واحد شويه من الكتب اللي وصلوا لاوروبا قدروا ياسسوا عليهم حضاره، فما بالك كون ما تحرقوش اغلب الكتب. وهذا الشيء ماشي انا اللي كنقول، مي راه هما اللي كيقولوا. وكنصحك قرا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، اللي نورمال كان خاص تقول شمس المسلمين، حيت عدة علماء كانوا من ثقافات أخرى تجمعوا تحت مسمى واحد اللي هو الإسلام. الكاتبة الكتاب ألمانيا، يعني شهد شاهد من أهلها. وكان كون وصلنا النهاية ودوينا باختصار على واحد من العلماء المسلمين، ومازال غادي نكملوا هذه السلسلة. وكنعاود نأكد راه غير كنختصر، راه شلا حوايج كندوزهم، بس سير ضرب طليلة على تاريخك، راه فيه داك الشي ناضي كناضي.